في ناس سالوني عايزين يبداوا ديكوباج بس مش عارفين يبداوا ازاي ويجيبوا ايه ماتيريالز. هما الحاجات اللي انا اقول لكم عليها دي حوالي 150 جنيه هتجيبي بيها حاجات تجربي بيها بس، علشان لو عجبك الموضوع تقدري تزيني بقى بيتك، تجيبي حاجات تسهل عليكي اكتر. انت ممكن تكملي بنفس الحاجات دي بس هيكون في شويه خامات لو جبتيها تسهل عليكي اكتر وتخلي الحاجه شكلها احلى. بس خلينا نبدا دلوقتي. انت ممكن تحتاجي بس فرشه من عند الموان، وتجيبي كمان غيره ابيض، وهاتي ربع كيلو بس. هاتي ورنيش هو اقل حاجه الكيلو ده بيكون بحوالي 40. وهاتي كمان لون ابيض اللي هو GLC دراي تون 30 ممكن كمان سايب 700، بس السايب 700 هيكون اغلى شويه. انت هاتي كيلو واحد، يبقى كيلو دهان ابيض، كيلو ورنيش مائي شفاف، وربع كيلو غيره، وهاتي لون اورا لو عايزه تجيبي الوان اورا بس هي مش متوفره قوي عند الموانين كلهم، يعني موجوده بالوانها في محلات الديكوباج. وممكن تجيبي الاسهل بقى هاتي المركزات الالوان دي. انت كده ما احتاجتيش تروحي المحلات ديكوباج ولا تشحني ولا تعملي حاجه. انت بس اللي محتاجاه هو رسومات، يا اما تطبعيها تدخلي على ابلكيشن اسمه بنترست وتنزلي الصور من عليه تعجبك، لما تزوميها بصباعك كده تلاقيها مش محببه، مش واضحه، متبقاش مزغلله، لا تكون واضحه. وتروحي لاي مطبعه بتطبع ليزر وتبعتي لهم الصور دي، بس الافضل ما تبعتيهاش على الواتساب، ابعتها لهم على الايميل وقولي له انا عايزه اطبعها اعملها لي مقاسات مثلا كذا في كذا، اللي انت حسب بقى مقاس البرطمان اللي هتحطي عليه او مقاس العلبه البلاستيك اللي انت هتشتغلي عليها، وخليها يعملها لك في ورقه A4. الورقه دي بتتكلف حوالي 5 جنيه 4 جنيه، ممكن اقل من كده كمان. وخلاص كده انت تقدري تشتغلي. طيب هتعملي ايه بالظبط؟ يبقى احنا كده الحاجات اللي احنا محتاجينها زي ما قلت لك دهان ابيض وورنيش مائي مع غيره ابيض ومركزات الوان، فرشه واحده من عند الموال، يعني ما تكونش كبيره قوي، عايزينها اللي هي بتكون سنتي سنتي ونص بالكتير قوي. وبعد كده تجيبي بس سفنجة من عندك، علشان تأثير الفرشة بيكون مش حلو، بيعمل ريجة كده في السطح بتاعنا، فالأحسن ان انا استخدم السفنجة. وحاجات بقى من عندك اللي هي اي حاجة، كرتون، بلاستيك، معدن، ازاز، اي حاجة اي حاجة اي حاجة. خلاص بعد كده هتبتدي تعملي ايه؟ هتجيبي السطح بتاعك هتصنفريه. كمان نسيت اقولك لازم تجيب صنفره، صنفره 150 يعني تكون ايه اللي هي وسط، مش خشنه قوي مش ناعمه قوي. قولي عايز صنفره وسط. وهاتي كمان صنفره ناعمه عشان تنعمي السطح بعد ما تدهني، يبقى صنفره وسط وصنفره ناعمه. طبعا البلاستيك الازاز الحاجات دي بتكون ناعمه قوي، لو دهنا عليها الدهان مع اي خربوشه كده هيروح طالع. فنعمل ايه؟ هنصنفر السطح بتاعنا بالصنفره الوسط كويس، نخشنه عشان يبقى مخربش كده، ونروح مدين له بعد كده وش بالدهان الابيض اللي هو قلنا اسمه دراي تون 30 بتاع GLC. بس خلي بالك ان اللون الابيض ده لازم تخففيه بميه شويه، مش هتحطي ميه كتير، لا بق ميه كده صغير علشان الدهان ما يكلكعش. ادي طبقه خفيفه بس، وبعديها كمان لما تنشف ادي طبقه خفيفه تانية، وبعديها لما تنشف ادي طبقه خفيفه تالتة. ما تستعجليش وتحطي كميه ورا بعض علشان ما يعملش كلكعه ويبقى محبب كده وشكله وحش. وبين كل طبقه وطبقه هتعملي بالصنفره الناعمه، هتصنفري السطح بالصنفره الناعمه اللي هي ايه 320. يبقى احنا عندنا صنفره وسط هنبدا بيها نخشن السطح، دي خلاص مش هنستخدمها تاني. بعديها الصنفره الناعمه بين كل دهان ودهان، لو حركتي بايدك كده لقيتي ان الدهان محبب يبقى تمشي بالصنفره الناعمه. بعد كده خلصتي دي بقى اللون الاساسي اللي انت عايزاه. يعني انا مثلا هنا علشان مستخدمه ورق فممكن استخدم اي لون، ممكن احط ان شاء الله اسود مفيش مشكله، علشان انا طبعا الرسمه بتاعتي على ورق. لكن لو انا هستخدم منديل وده هيكون في البدايه صعب شويه، وكمان مش متوفر غير في محلات الديكوباج، فهتحتاجي بقى انك تتواصلي مع حد وتجيبي شحن وكده. ده ممكن نخليه في مرحله متقدمه شويه لو حبيتي الموضوع. لو هستخدم منديل يبقى لازم السطح بتاعي ابيض بيج اوف وايت، بدي اللون كله الاول كامل، بعديها احط المنديل بتاعي. بعدين لو محتاج دمج ماشي، مش محتاج دمج
خلاص. انا كمان في كورس بتاع التصميم بعلمك ازاي انت تعملي اصلا صوره من الصور بتاعت جوجل بقى او بنترست او نزلتيها من اي مكان، تظبطي مقاسها حسب مقاس الحاجه اللي انت شغاله عليها، علشان مش تحتاجيش بقى انك تقعدي تروحي لحد ويطبع لك. هو طبعا بيزود فلوس تصميم على الفلوس اللي هو على الحاجات اللي بيعملها. فانت لو حبيتي الموضوع ولقيتي ان انت عايزه تشتغلي حاجات اكتر وبتعمق اكتر، ممكن تحتاجي انك تتعلمي حاجه زي كده. بس انت خلاص كده هتلزقي بقى الورقه ازاي. بعد ما فرغتيها من الخلفيه هتجيبي ال هتحطي لو هو ورق زي ده هيكون سهل قوي في الاستخدام. بترشيه بالميه بالبخاخ، بخاخ ميه نرش بيه الورقه بتاعتنا عشان يكون طري، ونحط الورنيش المائي وفوقيه الورقه وبالفرشه. ويبقى عندك فرشه تانية غير اللي انت لونتي بيها للزق، علشان لو الفرشه حتى لو مغسوله برضو بيكون فيها بواقي لون هتيجي على الرسمه بتاعتك وتخليها وحشه قوي. هتمشي بقى هتحطي ورنيش تحت فوقيه الرسمه المبلوله، فوقيه تاني الورنيش، بالراحه كده تمشي علشان تفرغي اي هوا. بعدين في انعكاس الضوء كده تقعدي تحركي الصندوق بتاعك او اي علشان تشوفي لو في اي فقاعات تخرجيها. ممكن تحطي كمان الاحسن تحطي كيس نايلون بتاع السندوتشات، تروحي فرداه عليها علشان بعد كده بمنديل او بكارت تقعدي تدوسي عليها جامد علشان تفرغي اي هواء. ده التعامل مع الورق اللي بنصح بيه دايما لاي حد بيبتدي في الاول. ما بنصحش ان هو يبتدي ابدا بمناديل علشان هتتقطع وهتبقى يعني هتحبطوا منها شويه. في كمان مناديل حلوه طالعه اللي هي بتكون اتقل سنه دي برضو. بعد ما تتعاملي بالورق ممكن تتعاملي بالمناديل دي اللي هي ممكن يطبعوا لك عليها اي مقاس. بس دي برضو عند محلات الديكوباج زي مثلا ديكوريت يور بيت بيعمل لك بالطلب، يعني انت تقولي له انا عايزه اطبع الرسمه الفلانيه، تبعتي له الرسمه بمقاساتها بحاجتها، هو في خلال تقريبا 10 ايام بيكون خلصها وجابها لك وجابها لك على المناديل دي. برضو سهله، بنعملها بنبخها بالميه برضو ونفردها كويس ونحط عليها الكيس ونفرغها من الهواء. طيب انت كده هو ده بس كل الحاجات اللي محتاجاها عشان تبداي تجربي في الديكوباج. وزي ما قلت لك مش لازم يكون مشروع كبير بقى وبراند فظيعه وتكوني حاطه يعني توقعات رهيبه من نفسك. عادي الواحد بيبدا في الاول بيغلط كتير، بيتعلم، بيجرب. ادي نفسك وقت، اعملي حاجات في البيت بس جربي في برطمانات اكتر حاجه بتكون عندنا وملهاش استخدام، بس لو انت ظبطتيها وزينتيها هتلاقيها استخدامات حلوه قوي قوي قوي. اي ازايز عندك بلاستيك، كرتون، اي حاجه هتعرفي تجربي عليها وتعملي اشكال حلوه، واليوتيوب مليان افكار تحفه. فابدأي وجربي، وممكن حتى بعد كده تبتدي تعملي هدايا لاصحابك وقرايبك لما تروحي حتى اماكن بتاعت محلات الديكوباج وتجيبي صواني وتجيبي علب وتجيبي حاجات تجربي بيها وتعمليها هدايا. والله لو عجبهم قولي لهم بقى ده انا بشتغل الحاجات دي، ولو حد عايز يطلب مني وبتاع، وتبتدي واحده واحده المشروع يبتدي. فربنا معاكي ويوفقك. ما تنسيش بقى لايك وفولو وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب. شكرا، مع السلامه.